السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل اقترب خروج يأجوج ومأجوج للقضاء على كل الكائنات؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا حبايبي كثرت المقاطع والفيديوهات في الفترة التي نحن فيها التي تتحدث عن خروج يأجوج ومأجوج، وأنه قد اقتربوا من الخروج، وأنهم قد هدموا السور وسيخرجون ليعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا ويأكلون الأخضر واليابس ويشربون الأنهار وإلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يذكرونها. والحقيقة أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفزع الناس، بل كان يطمئن القلوب صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ليلة على صوت، يعني صوت كبير جدا أفزع أهل المدينة. قال: فخرجوا يلتمسون ذلك الصوت، يشوف الصوت ده جاي منين، صوت انفجار كده، صوت يعني عالي جدا. فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا على فرس لأبي طلحة وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، يعني لا تفزعوا، اطمنوا. فكان النبي يطمئن القلوب، وكان يكثر من كلمة أبشروا أو كلمة أبشر إن كان يكلم واحدا. هكذا كان النبي ينشر الطمأنينة، لا يفزع الناس. بكل أسف بعض الناس اليوتيوبر أو بعض الدعاء المبتدئين كل اللي يهمه من هذه الموضوعات السسبنس والإثارة، وإنه يحط عناوين براقة قوي عشان تجيب له اشتراكات وتجيب له مشاهدات إلى غير ذلك، على حساب إفزاع الناس وتخويف الناس، ولم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فواجبنا كدعاء نطمئن قلوب الناس، وفي نفس الوقت نخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس الخوف الذي ييأس الناس من رحمة الله. فكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. احنا أمة وسط بفضل الله سبحانه وتعالى. كون يا حبايبي ان يأجوج ومأجوج خارجين، طبعا خارجين، لكن خارجين في آخر الزمان مش في هذا الزمان، ولا يمكن أن يخرجوا في هذه الفترة أبدا. بطمن حضراتكم، وعندي الأدلة، عندي الأدلة العلمية على هذه المسألة. وأنتم تعلمون أن أكبر تخصص لي في أمور أشراط الساعة وأمور علامات الساعة الصغرى والكبرى إلى غير ذلك. هذه بفضل الله قتلتها بحثا، يعني بفضل الله سنوات طويلة، وألفت فيها 5 مجلدات بفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعني والفضل كله لله وحده. فعايز أقول لحضراتكم، وقلت لحضراتكم قبل كده، مستحيل، شو بقول ايه؟ بقول مستحيل ان تظهر اي علامة كبرى فضلا عن يأجوج ومأجوج، لان يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. يعني لا يمكن تظهر اي علامة كبرى الا بعد ظهور المهدي عليه السلام، وظهور المهدي علامة صغرى وليست كبرى، تمام؟ إلا بعد ظهور المهدي، ثم الملحمة الكبرى وهي أيضا علامة صغرى، ثم بعد ذلك فتح القسطنطينية وهي أيضا علامة صغرى. يبقى أدي 3 علامات صغرى ورا بعض، تمام؟ لا يمكن تظهر العلامات الكبرى إلا بعد العلامات ال3 الصغرى دولت، اللي هم ظهور المهدي عليه السلام، ثم الملحمة الكبرى التي ستكون في أرض الشام، ثم فتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول. قول لي: ما اسطنبول مفتوحة يا شيخ محمود. أيوة، فتحت بالقتال، لكنها ستفتح في آخر الزمان بغير قتال، وهو ده اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، تمام؟ يبقى لا يمكن، واحفظوا هذه الجملة بالله عليكم، لا يمكن ومستحيل أن تظهر أي علامة من علامات الساعة الكبرى إلا بعد العلامات ديت: ظهور المهدي عليه السلام، ثم الملحمة الكبرى، ثم فتح القسطنطينية. فتحت القسطنطينية، هنا تبدأ العلامات الكبرى وتكون متلاحقة، يعني زي عارف حضرتك، يعني اللي هو الايه، عقد كده انفرطت
حباته، لما تمسك عقد كده او سبحه وتقوم قاطع الحبل فتنفرط الحبات، تلاقي علامات الساعه الكبرى متتاليه ورا بعضها. اولها ايه؟ بعد فتح القسطنطينيه مباشره ظهور المسيح الدجال، وهذا باستقراء لعلامات الساعه الكبرى. يبقى بعد فتح القسطنطينيه وهي علامه صغرى، ظهور المسيح الدجال ودي علامه كبرى، ثم نزول عيسى عليه السلام ودي علامة كبرى. وعيسى عليه السلام هيقتل المسيح الدجال، ولكن بعد أن يمكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوما. اليوم الأول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وارجعوا للأحاديث وهوضح لكم أكتر لما أشرح لكم علامات الساعة الكبرى. اليوم الأول للمسيح الدجال بسنة، واليوم الثاني بشهر، واليوم الثالث بأسبوع، وسائر الأيام اللي هي 37 يوم كسائر أيامكم، يعني يوم زي أيامنا ديت. لكن أول يوم هيبقى بسنة، ثاني يوم بشهر، ثالث يوم بأسبوع. تمام كده؟ أدي إيه بالنسبة للمسيح الدجال. ثم يقتله عيسى عليه السلام. بعد ما عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال مباشرة، هنا بقى يظهر يأجوج ومأجوج. يبقى احنا بيننا وبين يأجوج ومأجوج يا جماعة سنوات طويلة جدا، بقول جدا يعني في الغالب، بقول في الغالب لا يعلم الغيب إلا الله، في الغالب أجيالنا لن تدرك ذلك، وإن أدركت ذلك فقد أدركنا خيرا كثيرا. سندرك زمن المهدي عليه السلام وزمن عيسى عليه السلام، وده زمن عظيم جدا وفيه من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد شرحت لكم ذلك مسبقا. طيب كيفية بقى خروج يأجوج ومأجوج؟ يبقى احنا طمنا الناس اهو ان اللي عمالين بيقولوا لكم ان يأجوج ومأجوج خلاص كسر السور وطلعوا هيطلعوا ويعيشوا في الارض، كل ده اكاذيب وخرافات الهدف منها تخويف الناس، وكأن في سياسة يعني من بعض الناس لتخويف البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة التانية من أجل الحصول على اشتراكات ومشاهدات، أمور دنيوية يتلاعبوا فيها بنصوص الشرع ونصوص الكتاب والسنة من أجل أن يحصلوا على بعض الدريهمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن خروج يأجوج ومأجوج لن يكون في هذه الأيام بالمرة، ولا السور اتفتح ولا أي حاجة، كل الكلام ده خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب كيفية خروجهم بقى في آخر الزمان؟ ورد ذلك كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، واللي عايز يراجعه هيلاقيه في صحيح الجامع رقم 2276. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج دول مش شخصين يا حبايبي، دول قبيلتين بالمليارات. طب ازاي احنا مش شايفينهم؟ نقول إن الله على كل شيء قدير. ربنا قدر ان احنا ما نشوفهمش رغم ان هم على سطح الأرض. على فكرة هم مش مستخبين، يعني المسيح الدجال محبوس في دير جوه جزيرة، فده نقول ما حدش شايفه. إنما يأجوج ومأجوج دول مليارات عايشين على وجه الأرض، بس ربنا وهم بين جبلين، يعني لو الطيارات عدت هتشوفهم، لكن ربنا قدر ما حدش يشوفهم، يبقى ما حدش هيشوفهم الا في الوقت اللي ربنا مقدره. ولذلك سيدنا النبي عليه السلام كان في الغار هو ابو بكر، والكفار واقفين قدام الغار، والنبي وابو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. يقول له: يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. فقد ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارج للهجرة أصلا والكفار واقفين بره البيت عايزين يقتلوه، وخرجوا ووضع التراب على رؤوسهم جميعا فما رأوه أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، كل يوم منذ شوف بقى من أيام بقى ذي القرنين بقى لحد يومنا هذا، كل يوم بيحفروا في السد حتى إذا كادوا، خد بالك ده كل يوم بيعملوا كده، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. يعني لو إن السد مثلا عرضه مثلا 20 متر، سمك 20 مثلا، ده أنا بدي مثال، هو ليس كذلك بس أنا بدي مثال، يعني عمالين يحفروا 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 لحد ما وصل حتة إنه خلاص بقى الغلاف شفاف، خلاص هيشوفوا الشمس. فواحد بقى اللي هو الرئيس بتاعهم يقول لهم إيه؟ يقول لهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، يعني كفايه لحد كده تعبنا، بكره بقى نكمل الحته الصغيره دي وايه ونطلع بقى، تمام؟ فيعودون اليه في اليوم التالي يعني كاشد ما كان، يعني يرجع السد ده يتملي مره تانية كانهم ما حفروا شيئا. ده كلام مين؟
ده كلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لحد ما يجي الوقت بقى اللي ربنا مقدر فيه خروجهم، ايه اللي يحصل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ حتى إذا بلغت مدتهم، يعني خلاص هيخرجوا، وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا ما كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اللي هو الرئيس بتاعهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، وزود كلمة قال فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني، ولمجرد انه قال ان شاء الله فتبقى الحته الصغيره اللي فاضله دي زي ما هي، والسد ما يمتلئش مره تانية. سبحان الله، يعني السور ما يرجعش زي كما كان، يفضل بقى الحته الصغيره دي. قال فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه، يعني حته صغيره خالص. قال فيحفرونه ويخرجون على الناس، ده في اخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف لفظ الحديث، قال فينشفون المياه. يا الله، لفظ صعب قوي. فينشفون المياه، مش هيسيبوا نهر على الارض الا لما يشربوه ما يخلوش فيه قطرة مية. فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم. طبعا ورد في صحيح مسلم أن الله عز وجل في ذلك الوقت يأمر عيسى عليه السلام أن يتحصن هو ومن معه من المؤمنين في جبل الطور. خدوا بالكم، يعني الروايات كده بتوصل لبعضها. قال فيتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون، اللي هم يأجوج ومأجوج، قاعدين بقى بيدوروا على البشر مش لاقيين حد، الناس كلها مختبئة، وهم عمالين يعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا، عمالين يأكلوا الزروع ويأكلوا الحيوانات ويشربوا المياه، وما بيخلوش ولا نهر إلا لما يشربوه. ففي النهاية بيبحثوا بقى، خلاص خلصنا على البشر، طب عايزين تعملوا، قال له عايزين نقتل من في السماء ما دمنا قتلنا من في الأرض. شوف الغرور وشوف الاستدراج، قمة الاستدراج في قصة يأجوج ومأجوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرمون بسهامهم إلى السماء، يعني يمسك السهم كده ويروح ضربه في الهواء كأنه يعني بيضرب السماء. فيرمون بسهامهم إلى السماء، شوف بقى الفتنة، فترجع وعليها كهيئة الدم. سبحان الله، تخيل واحد كده بيقول لك أنا هقتل من في السماء، راح ضارب السهم رجع مليان دم. إيه ده؟ يقول لك ده أنا فعلا قتلت من في السماء. قال فترجع عليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فإيه اللي يحصل في الوقت ده؟ شوف قمة الاستدراج، إن هم بيرموا السهام في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيظنون أنهم قتلوا أهل الأرض وقتلوا أهل السماء. طيب، هل أرسل الله لهم جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو حملة العرش؟ أبدا، إنما أرسل عليهم لحقارتهم، أرسل عليهم نغف. إيه النغف ده؟ النغف ده دود بيكون في أنوف الإبل أو الغنم، فيدخل النغف ده في أنوفهم، تمام، حتى يصل إلى المخ، فيفضلوا يصطدموا في بعض لحد ما يموتوا جميعا كما في الرواية الأخرى، فيسقطون على الأرض فرسى موتى كموت رجل واحد. كل المليارات دي تموت في وقت واحد. سبحان الله. قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. بيقول إن الدواب هتشبع من كتر اللحوم اللي هياكلوها منهم. سبحان الله. هكذا يكون ظهور يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. قلنا إمتى؟ بعد ظهور المهدي عليه السلام، ثم الملحمة الكبرى، ثم فتح القسطنطينية، ودي علامات ساعة صغرى، ثم ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله للمسيح الدجال بعد 40 يوم، يوم منهم كسنة ويوم منهم كشهر ويوم كأسبوع وال37 يوم كأيامنا. ثم بعد قتل المسيح الدجال يظهر يأجوج ومأجوج، هيخرجوا بالطريقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموتون بالطريقة التي وصفها النبي، يقتلون بالنغف. في الرواية الأخرى أن عيسى عليه السلام يطلب من الذين معه في جبل الطور، يقول أيكم يخرج ويأتينا بخبر القوم، أسأل الله
أن يكون رفيقي في الجنة. فيقوم الشاب ويحتسب نفسه في سبيل الله ويخرج من جبل الطور ليعلم ماذا حدث ليأجوج ومأجوج، فيجدهم قد قتلوا جميعا وقد أنتنت الأرض من ريحهم. فيقول لعيسى عليه السلام لقد قتلوا جميعا يعني وأنتنت الأرض. فيتوجه عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل أن يخلص الأرض من نتنهم، فيرسل طيورا كالإبل، طيور في حجم الإبل، فتلقي بأجسادهم في البحار، ثم يرسل المولى عز وجل مطرا يطهر الأرض كلها، ثم يخرج عيسى عليه السلام ومن معه فيعيشون أجمل 7 سنوات وجدت على وجه الأرض، فيأمر الله السماء أن تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها يعني بقشرتها، ويجتمع الرهط من الرجال على الرسل من اللبن يعني قدح من اللبن فلا يستطيعون أن يكملوه، وينزع الله السم من كل ذات سم، ينزع السم من الأفاعي والعقارب ينزع السم من الأفاعي والعقارب حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل على الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل وترعى الأسود مع البقر، ويكون الذئب مع الغنم ككلبها الذي يحرسها. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعيش أجمل 7 سنين على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. فأبشروا يا أحبابي ولا تقلقوا أبدا من تلك الفيديوهات المنتشرة، فليس هذا أوان خروج يأجوج ومأجوج، وأظن أننا لن ندرك هذا الزمان، ولو أدركنا هذا الزمان لأدركنا خيرا كثيرا مع المهدي عليه السلام ومع عيسى عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من جنود المهدي عليه السلام، وأن يجعلنا يعني في نصرة هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. وأبشروا بكل خير ولا تقلقوا، ولكن دائما نتذكر ونذكر أنفسنا وأنفسكم بأننا لابد أن نعتصم بحبل الله، وأن نحرص على طاعة الله، وأن نتوب وأن نرجع إلى الله حتى يمكن الله لنا في هذا الزمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.